Bonsoir à toutes et à tous, مرحبا بالجميع. وزيرة مغربية تحدث زلزال داخل النظام الجزائري، أو وزيرة فرونكو مغربية بطبيعة الحال وحتى بأصول جزائرية. الموضوع الذي أحدث يعني حالة هستيرية لدى النظام الجزائري، ولو أنه دائما يعني سنرى اليوم ما أقول دائما أنه يعني يدخل في إطار تقريبا الخيال العلمي. يعني لا نرى هذا في أي بلد في العالم، في أي بقعة في العالم، في أي منطقة في العالم، أنه أي بلد أيا كان موضوعه الأساسي هو قضية لا ناقة له ولا جمل فيها، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. لأنه اليوم ما حدث، بيان الخارجية الجزائرية، الخرجة هذه الهستيرية للنظام الجزائري، كلها مرتبطة بقضية لا ناقة ولا جبل لنا فيها. لكن قبل هذا ربما قضية صنعت الحدث، يعني باش يكون الانتقال والرابط مع آخر ما تكلمنا عليه في اللايف السابق. بطبيعة الحال قضية أيضا ربما البعض يرى فيها تقريبا أمر تافه أو جزئية، فقط نشوفوا جزء. لا أدري إذا كان عندي هنا، عفوا، نشوفوا فقط هذا المقطع. طبعا تحركوا، شفتوا، نزيدوا نشوفوا ربما من زاوية أو بالتصوير. عفوا، نسحبوا فقط الموسيقى لأنه ممكن أنه تطرح إشكال. نزيدوا نشوفوا من جانب آخر. طبيعة الحال كثرهم من تناولوا هذه القضية، أردت يعني أنكم ترونها عدة مرات. كثر من تناول ربما هذه القضية لدرجة أنه تقريبا بشكل ساخر، ولو أن القضية ليست فيها أي، العكس، هي كارثة كبرى. لماذا؟ أولا نروح بالمنطق، فلنقول بالمنطق الغربي، يعني بالمنطق تاع العالم الغربي. ما حدث هنا بين أحمد عطاف وبين هذه اللي انتخبت كنائبة لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، هذه حدادي، بطبيعة الحال هنا يعتبر تحرش جنسي بكل بساطة، بدون أي لف ولا دوران. في أي بلد في العالم، أنا نقول لكم في العالم الغربي، ما نتكلموش على منطقتنا أو على شمال إفريقيا، أو لا، في العالم الغربي هذا يعتبر تحرش أصلا. لماذا تحرش؟ ما يضيف، يعني هناك يعني ما يمكن وصفه بين سيركونستانس اغرافونت، يعني قضية تضيف في الخطورة تاع ما حدث بين أحمد عطاف وبين من هي المرؤوسة لدى أحمد عطاف. لأنه هذه بطبيعة الحال هناك قضية تاع السلطة، أنه أحمد عطاف يملك سلطة على هذه حدادي والارتماء، يعني بالإضافة إلى أنه في في بطبيعة الحال في إطارنا شمال إفريقيا، في الجزائر، في البلدان تاعنا، بطبيعة الحال الأمر غير مقبول أخلاقيا، ولا واحد يقبل أنه خصوصا الامرأة تعامل بهذا الشكل، أنه الارتماء عليها بهذا الشكل. وأنه في إطار الآن راكم تشوفوا حتى في الرياضة، يعني حدثت بعض اللقطات يعني ربما أقل حدة من هذه في العالم الغربي، واعتبر هذا بأنه تحرش. يعني الخروج كليا بعيدا عن العلاقة الشخصية بينهم، هم أحرار في حياتهم، ماشي مشكل. يحبوا ياخذوا غرفة، يحبوا، هذه حريتهم الشخصية. أنا لا أعرف، لا علاقتهم الشخصية لا تهمني، لا من قريب لا من بعيد، وكل واحد حر. لكن أنك أمام الملأ
يعني صحيح أننا في إفريقيا وربما الواحد، لكن حتى إذا العكس، إحنا في شمال إفريقيا الأمور هذه مرفوضة كليا، أنك ترتمي على امرأة بهذا الشكل وتضعها في موقف أنه هي مرؤوسة. تخيلوا لو مثلا رفضت القضية هذه، لكانت بطبيعة الحال تصرى فضيحة كبرى وتفصل من عملها وغير ذلك. أصلا ليست لها، حتى إذا كانت قضية رضائية لا تكون أمام الملأ. ولهذا القضية أخذت أبعاد، اليوم الكثر يتداولون هذا الفيديو. يعني هذه صورة تاع دبلوماسية، يعني ومن أجل منصب تاع، حتى لو كان منصب تاع رئاسة، يعني نتكلموا بشكل سخيف، يعني رئاسة العالم كعالم. ولو ما تكونش لقطات مثل هذه بطبيعة الحال الأمر غير مقبول، لا أخلاقيا لا دبلوماسيا، لا لصورة الدولة لا لصورة البلد، لكن نظام تاع عراية حثالة. هل غلط الكولونيل مايغا لما قال لك على أحمد عطاف ان ارغيومون دبلوماتيك؟ لما تشوف الصور هذه، ولو أنه ليس هو وحده، يعني حتى إبراهيم قالي زعيم البوليساريو نال نفس القسط، يعني من الأحضان مع الدبلوماسيات الجزائرية. ولكن هذا يعطي، ولو أنه في الحالة تاع إبراهيم قالي راح نقول لك على الأقل هو ليس رئيس مباشر عليهن، ولو انه ما فهمناش. يعني هذا ابراهيم قالي ربما هو واحد من اكبر الزعماء الان في الجزائر، يعني يتجول بطائره رئاسيه، حاضر لما تكون مناسبه مثل هذه. لكن يعني انه في يعني حتى الجوانب الشكليه النظام الجزائري نظام حقير ونظام متخلف. يعني قلت لكم، يعني العالم الغربي هم يضلوا يتكلموا احنا المبادئ والاخلاق وكذا، العالم الغربي لا يقبل مثل هذه الصور. مستحيل انه تمر قضيه مثل هذه مرور الكرام. ومنذ متى احنا في شمال افريقيا نتقبلوا صور مثل هذه؟ على العموم انك تجبر، القضيه هي في الاجبار مش في القضيه الرضائيه ام ليست رضائيه. اذا كانت هي تقبل بهذا يروحوا ياخذوا غرفه مع بعضهم البعض، لكن ليس يعني بصورة الدبلوماسية الجزائرية وليس أمام العالم. والقضية هذه بطبيعة الحال عندها يعني عندها دلالات وعندها أهمية كبرى، يعني أنك تحط الجزائر في هذا الموقف يعني موقف العبيط تقريبا راح نقول. آم، من وقبل ما ندخلوا في بطبيعة الحال المسألة التي حدثت اليوم وبيان الخارجية الجزائرية، البيان الفضيحة للخارجية الجزائرية، نكملوا أيضا كالعادة جولة في الإعلام الرسمي الجزائري عبر هذا الحساب اللي دائما يعني يطربنا بما ينشره الإعلام الجزائري. اليوم نشوفوا جماعة الثلاثاء 18 فبراير، يعني اليوم ماذا كان يتم تداوله في التلفزيون العمومي الجزائري. نسمعوا قليلا. Voix clonée, manipulation. Vidéo truquée, voix clonée, manipulation, quand l'intelligence se met au service d'agendas occultes et de diffusion de discours hostiles à l'Algérie, des rapports crédibles révèlent l'existence de plusieurs officines obscures qui mènent une guerre médiatique surnoise, multidimensionnelle contre l'Algérie et ses institutions en exploitant des technologies de l'intelligence artificielle et de deepfake à laquelle l'Algérie fait face fermement à travers des applications pratiques de haute technologie développées par des compétences algériennes. Yasmine Sofi. L'Algérie est la cible d'une guerre médiatique surnoise qui va attaquer l'Algérie sur plusieurs fronts. La presse internationale, notamment en Europe et dans le Golfe, d'information et de corruption étroitement liée au régime du Makhzen. Ce réseau impliqué dans des راني حتى خليتكم تسمعوا جيدا حتى نوصلوا للريجيم دو مخزن، نظام المخزن، هذه باللغة الفرنسية. نزيدوا عفوا طبيعة الحال. في المغرب لم تعد السجون بها مجرد أماكن للعقاب، بل أصبحت مقبرة تستباح فيها الكرامة الإنسانية. سياسة المخزن هذه فضحتها تقارير جديدة تفصل فيها
النظام الجزائري اللي ظروف السجن عندنا من أكثر كارثية في العالم، مقابر حقيقية، اعتداءات، تعرفوا، اغتصابات، اعتداءات جنسية، وخلي 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 ما يحدث في السجون الجزائرية وفي ثكنات المخابرات وغير ذلك. النظام الجزائري راه يعطي في الدروس، ودائما في المغرب. في الوقت الذي تتجه فيه الجزائر بخطواتها الواثقة نحو تسجيل اسمها في مصاف الكبار محققة اسما وازنا على المستوى الإقليمي والدولي، يتكلب أعداء النجاح عبر أبواقهم المأجورة لنفي سمومهم والتنفيس عن عقدهم المرضية، حيث كشفت تقارير لآلاف الصحفيين من مختلف الجنسيات لشن حملات معادية للسياسة الخارجية للجزائر مقابل مبالغ مالية. التصريحات الأخيرة لوزير الاتصال محمد مزيان بشأن الوجه الآخر للحرب الإعلامية القذرة التي تدور رحاها ضد الجزائر كشفت جزءا صغيرا من خفايا الكتائب الإعلامية المتعددة الجنسيات المجندة من قبل مخابر محور الشر لتشويه كل ما هو جزائري. وزير الاتصال القادم من أروقة العمل الدبلوماسي. أنا لماذا خليتكم تسمعوا مقطع طويل من هذا التقرير من برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي فسرت، أعطتنا الآن تفاصيل على قضية ماذا؟ قضية 9000 صحفي. 9000 صحفي حول العالم قال لك بأنهم مجندون، بطبيعة الحال دائما مع ذكر المخزن، هذه كلها مخزن المروك المغرب دائما مجندين بطبيعة الحال من أجل ضرب صورة الجزائر واستهداف الجزائر وكذا وكذا وكذا، وراكم تعرفوا الرواية. لكن ما تخلو منه برقية وكالة الأنباء الجزائرية، تعرفوا ما هو محور الشر هذا؟ فيه دولة خليجية، إشارة واضحة إلى الإمارات، فيه فرنسا، وفيه المغرب. ألا تلاحظون بأن هناك يعني عنصر مهم يعني تم سحبه من محور الشر هذا؟ ممكن في التعليقات راح تقولوا لي من هو العنصر اللي صار الآن غير داخل، كان من قبل الثلاثي الخطير، ثلاثي المؤامرات، المخزن بطبيعة الحال، فرنسا، ومن وراءهم كاين عنصر صارت لا تذكره برقية وكالة الأنباء الجزائرية، صاروا ما يقولوا الناس مؤامرة، الأيادي الخفية، بارك الله فيكم، راكم بديتوا في التعليقات. إسرائيل صارت غير موجودة في الخطاب الرسمي الجزائري. المؤامرة الصهيونو مخزنية قلت القضية بشكل كبير، بل أنه في الأيام هذه معناتها قادر غدا يعودوا يرجعوا لنفس الرواية، قادر لا يواصلوا، لأنه ضرب عشوائي، ضرب عشواء، نظام ما عنده لا رؤية لأي شيء. الآن شافوا الإدارات مع الإدارات دونالد ترامب، قال لك نحاولوا تراش نتقربوا من الإدارة هذه، نحاولوا نتجنبوا الكلام على إسرائيل. يا أخي انتم قلتوا حنا المبادئ أصلا، وبداها تبون لما قال بطبيعة الحال بأنه ما عندناش مشكل مع إسرائيل من غير قيام دولة فلسطينية، وبهذا أكد بأنهم لمدة سنوات وهم يقصوا في روايات فارغة لما كانوا يتكلموا على المؤامرة الإسرائيلية والمؤامرة الصهيونية. يعني وش من منطق هذا؟ واليوم يقول لك 9000 صحفي، وقال لك وعلى أساس راهم جابوا يعني راهم جابوا المعلومات وتقارير، وهي بغير ما موجودة لا معلومات لا تقارير لا أي شيء. ويقول لك نرجح أنه كلام يعني وزير الاتصال صحيح، وكالة الأنباء الجزائرية ترجح، ما هيش متأكدة، نقلا على وزير الاتصال نقلا على ما لا ندري من تيري برك، نظام تاع تيري برك. يعني هذه بلاد قالها بصراحة تامة وبالمثال والدليل. احنا ما عندناش مشكل مع الشعب. هذا هو وزير الاتصال هذا اصلا صراحة، لما تشوفوا يعني تستغرب كيفاش شخص مثل هذا وزير اتصال. من 9000 صحفي عبر العالم يشوهون صورة الجزائر.
تسمى هو خرج دار الخرجه تاعو اللي علقنا عليها وكانت كارثيه ومسخره وكلام سوقي وكلام تاع شوارع ورقم لا اساس له من الصحه وما عنده حتى مصدر. وتخرج لك وكاله الانباء الجزائريه دير برقيه تقول لك الابواق وكذا واللي تهاجم الجزائر، ويقول لك يعني نرجح انه كلام يعني نتجه انه الكلام هذا صحيح. كيفاش وكالة الانباء الجزائرية تخرج دير في التخمينات كما نهار قضية تأجيل الانتخابات الرئاسية؟ قالت لك السيناريو، وكالة الانباء الجزائرية التابعة للرئاسة خرجت قالت لك السيناريو الأول ممكن لهذا للعودة إلى المسار الدستوري. السيناريو رقم 2 مع تأجيل الانتخابات تاع في سنة 2019 حابين نعاودوا نرجعوا إلى نفس المسار. دير في التخمينات رغم أنها وكالة رسمية، يعني من المفروض أنها تعطي فقط الخبر اليقين وإلا لا داعي لوجود أي برقية. يعني كوارث. ولما تشوف البرقية تاع وكالة الأنباء الجزائرية ونروحوا نضربوا طلة فقط صغيرة على الواقع، صغيرة على الواقع. شوفوا هذا فيديو من منصة تاع تيك توك، شابة فرنكو جزائرية على ما أظن. Bon les gars, je vous montre, y a pas d'eau à la maison, je suis arrivée hier au Halan, pas d'eau, j'ai les câbles en fait, ce matin, y a ma cousine, elle est sortie, elle est partie à Massa, elle s'est baladée dans tout Bérédjel avec ça. Et y a un mec qui l'a raccompagné à la maison en gros pour le apporter. ما اديتيش النيميرو تاعك؟ ولاية وهران من بعد شكون؟ نتاع الراجل اللي يعاونك باش تدردي. لا جاني تعمل غوستون. صح. بغيت لا تربية بيوت الرذيلة في كل جهة، في الإعلام، في الرئاسة، في الواقع. قالت لها ما جاهاش على القسطو هذا. دونك هذه الفرنكو جزائرية جاءت لولاية وهران، جاءت إلى ولاية وهران. ولاية وهران لو بتي باري، باريس الصغيرة على قول أنصار النظام الجزائري. ولو انه لو كان ماشي باريس، لو كان ماشي الاستعمار الفرنسي اللي خلانا شي بعض المدن، لو كان الجزائر هذه راهي مزبله اكثر من راهي مزبله اليوم. جاو لولايه وهران الماء ما كانش. 2025 تبون راهو قال عنده سنتين بانه خلاص قضيه هذه الماء ما كانش انتهت. بتي باري دوزيام باري عفوا على ما اظن، باريس الثانيه، ولايه وهران باريس الثانيه. On est venu attraper ma veste parce que j'ai dit oui, en Algérie, il n'y a pas d'eau. Alors la seule erreur que j'ai faite, c'est peut-être de ne pas avoir précisé où j'habitais. Mais j'habite à Constantine et à ce que je sache, Constantine, c'est un peu comme Alger ou Harran. هذه وحده فرنكو جزائريه وحده اخرى، لانهم هما ما على بالهمش بالاوضاع في الجزائر. هادو تلقاهم يتكلموا عاميه جزائريه، الفرنسيه تقريبا الفرنسيه وما يتكلموهاش. على كل حال هذه اشكاليه فرنسيه لن ادخل فيها. لكن هادو اللي يسكنوا راكم تعرفوا في الضواحي تاع باريس، ولا في الناس اللي ولدوا من اصول جزائريه ولدوا في فرنسا، تعرفوا انه هناك اشكاليات كبرى لدى هذه الفئه. ولكن هذه جات لولايه قسنطينه الاولى، جات لولايه وهران ما كانش. هذه في ولايه قسنطينه وقالت لك تعداو عليها. واحد جا جبدها قال لها كيفاش تقولي باللي الماء ما كانش، وهي قالت بانه في ولايه والان جات خرجت تحدى لهم تقول لهم راهي في ولايه قسنطينه ولايه كبيره، معناتها عاصمه الشرق الجزائري ولايه قسنطينه وعاصمه الغرب ولايه وهران مازالت اشكاليه تاع الماء. والقضيه هذه بطبيعه الحال الناس ما يسمعوش بها، لانه الناس صارت تخاف مجرد انها تقول بانه الماء ما كانش. انا قلت لكم هذو الفرنكو جزائريين بحكم انهم ما يعرفوش الجزائر، ما يعرفوش الظروف، يخرجوا في بعض الاحيان يقولوا كلام مثل هذا. يعني الاشكاليه تاع الماء ما زالت موجوده. الاعلام الجزائري وش يتكلم؟ المغرب، المروك، محمد السادس، راهو نشر خبر وفاه محمد السادس، راهو مات محمد. يعني واحد الترهات والبروباغندا والفيك نيوز والقذاره تاعهم. ام تاجلت، ام سحب تنظيم كاس افريقيا من المغرب. سمعوا بها غير هما انصار النظام الجزائري، الحلم تاعهم يسحب تنظيم كاس افريقيا من المغرب. تسمى يسحبوا تنظيم كاس افريقيا من المغرب ويخليوا لها كاس العالم. يعني لا منطق، لا عقل، لا قدره. اضحوك النظام الجزائري وانصاره مسخره
كبرى في كل الاتجاهات. يعوض انهم يحكيوا على الاشكاليه تاع الماء، علاش كاين مشكل تاع ندره مياه الى حد الساعه في كبرى الولايات الجزائريه، الوضع الكارثي، المنظومه الصحيه الكارثيه، لا. وهنا طبيعه الحال نصل الى ما حدث اليوم. قال لك عاجل اجري تخلطت. المهم، وزارة الخارجية الجزائرية تناديكم ارواحوا تسمعوا الجديد. قال لك قضية، شوف، قضية تاع السيادة، قضية مهمة جدا، نخسروا العالم كامل على جالها. وش كاين؟ اروع نسمعوا تراش وش كاين. سانتوس لوكاس. تركزت المحادثات حول التحضير لعقد الدورة السادسة للجنة الحكومية المشتركة وسبل التوظيف الأمثل لهذا الاستعمال. عفوا، انا راني خليت لكم المقطع، راهو ماهوش هذا هو المقطع اللي كنا راح نسمعوا. هذا روح احمد عطاف في زيارة الى الموزمبيق، تقريبا واحدة من آخر الدول اللي بقات، يعني راكم تعرفوا الموزمبيق ماشية في الخط على النظام الجزائري، لأنه حتى إفريقيا النظام الجزائري يعيش عزلة كبرى. والتحاليل حول التطورات التي تشهدها عدد من بؤر النزاعات بالقارة الإفريقية وأرض لم عفوا القضية الفلسطينية ومسألة تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية. إن الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية، فهي تستدعي الشجب والإدانة على أكثر. هذا راه موجز الأخبار تاع الساعة 5 مساء، معناتها قبل ما تقرا البيان. علاش حبيت نخلي لكم المقطع اللي قبل أيضا، قبل ما تبدأ تقرا البيان المرتبط بما حدث يعني في الساعات الأخيرة، هذه المذيعة كانت اصلا تتكلم على الملف تاع الصحراء، وصارت تتكلم الاحتلال والمغرب ومن بعد كانت تتكلم على الموضوع الصحراء والاحتلال وانتهاك حقوق الانسان وكذا. وفي موضوع اخر الصحراء الغربية يعني حالة مرضية. الموضوع الوحيد اللي يتكلموا فيه هو هذا، ما عندهمش موضوع واحد اخر. هذه هي الكارثة الكبرى، ما يتفهمش. من صعيد كونها تنم عن استخفاف سافر للشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، كما أن هذه الزيارة تدفع نحو ترسيخ الأمر الواقع المغربي في الصحراء الغربية، أرض لم يكتمل مسار تصفية الاستعمار بها، وأرض لم يحظى شعبها بعد بممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره. وفي الأخير فإن هذه الزيارة المستفزة تعكس صورة مقيتة للتضامن والتعاضد بين القوى الاستعمارية قديمها وحديثها، وبقيامها بذلك فإن الحكومة الفرنسية تستبعد نفسها وتنأى بها بصورة واضحة وفاضحة عن جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التعجيل بتسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام السابق. أولا اليوم اكتشفنا بأن المغرب قوة استعمارية. قال لك فرنسا والمغرب يتضامنوا مع بعضهم لأنه كلاهما قوى استعمارية. يعني واحد المنطق ما على باليش إذا نقدروا نسميوها منطق. أولا ما حدث، وش كاين؟ انت كي تشوف هكا تتعجب، تقولي سبحان الله، تقولي خطاب شديد اللهجة وقوى استعمارية تتضامن فيما بينها والحالة مخلطة. والشرعية الدولية، انت تقول هادو فرنسا والمغرب راهم اتحدوا من أجل الدخول للأراضي الجزائرية واحتلال الجزائر. لأنه بيان شديد اللهجة مثل هذا طبيعة الحال أكيد أنه القضية كبيرة، لازم تكون قضية كبرى جدا حتى أنك تخرج بالشكل هذا وتتكلم وقوى استعمارية وتتضامن في بابينها وترهن علاقتك مع فرنسا بهذا. لكن الموضوع ما هو الموضوع؟ هو الصورة هذه. دقيقة نشوفوها إذا قدرنا بشكل مقرب. الموضوع يا جماعة هو الملحفة. صورة زيارة من غشيدة اللي كنا نشوفوا فيها غشيدة ذاتي، هي صح فيها دم جزائري من والدتها، لكنها هي على العموم فرنكو مغربية، وزيرة فرنسية. معناتها قضية تقدر تقول تقريبا عائلية بين فرنسا والمغرب. وزيرة فرنكو مغربية اسمها غشيدة ذاتي، وزيرة في الحكومة الفرنسية
زارت واش؟ زارت أقاليم تحت سلطة وتحت سيادة المملكة المغربية. بطبيعة الحال نزلت في طرفايا ثم اتجهت إلى مدينة العيون من أجل افتتاح مركز ثقافي ولا القضية. راهو تتذكروا كان التزام فرنسي وقت اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء هي افتتاح مركز ثقافي فرنسي في العيون وغير ذلك، بحكم أنها وزير الثقافة وبحكم أنها كانت وحدة لو تتذكروا لما كنت هذاك اللايف التحليلي اللي عملنا على قضية كيف فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء، كنت قلت لكم بأنه غاشيدة داتي بطبيعة الحال هي وجيغار لارشي اللي هو المسؤول على مجلس الشيوخ في فرنسا كان عندهم دور كبير في تغيير موقف إيمانويل ماكرون والاتجاه نحو اعتراف بمغربية الصحراء. غاشيدة داتي في إطار قضية فرنكو مغربية لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد. الجزائر واش دخلها؟ ما عندها حتى دخل. الجزائر اصلا تعرفوا العباره ماذا تقول؟ العباره هذيك الشهيره حول اللي يقولها النظام الجزائري حول ملف الصحراء. قولوا لي انتم في التعليقات واش يقول النظام الجزائري حول موضوع الصحراء. نتكلم على الروايه الرسميه. ماذا يقول النظام الجزائري حول موضوع الصحراء؟ عنده واحد العباره هكا معروفه يعرفها العالم كله، ما كانش اللي ما يعرفهاش. فوالا راهي بدات تنزل في التعليقات. الجزائر ليست طرفا في النزاع. الجزائر ليست طرفا في النزاع. من السبعينات والنظام الجزائري يعاود فيها. راك انت دائما نقول راكم انتم تاكدوا بانفسكم بانكم النظام الجزائري هو النزاع نفسه. عطيوني هيا نروحوا. شوف اليوم نتجردوا من شمال افريقيتنا ونتجرد انا من انني عامل المخزن ونتجردوا بالانتماء لا للجزائر لا للمغرب لا لشمال افريقيا لا لاي شيء. اعطيوني بلد واحد في العالم فوق وجه الكرة الارضية ادانا زيارة غاشيدة داتي وزيرة الثقافة الفرنسية الى الأقاليم الجنوبية المغربية. أعطيوني بلد واحد. كيفاش يعني البلد الوحيد اللي يقول على نفسه لسنا طرف في النزاع؟ حتى جنوب إفريقيا مثلا، يا أخي جنوب إفريقيا معروفة بمواقفها مع البوليساريو والاعتراف بالجمهورية العربية البطوشية التندوفية وما كان حتى مشكل. شفتوا بيان تاع وزارة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا يدين هذه الزيارة؟ غير موجود. معناتها أنت تعطي في نفسك واحد، تحط في نفسك في واحد الموقف البايخ وارواح. قبل ما نشوفوا التناقضات نشوفوا أولا فقط غاشيدة داتي بعض الكلام اللي قالته. Je crois que le Maroc n'a pas attendu la France pour développer et se développer dans les provinces du Sud. Et l'évolution de ce développement dans les provinces du Sud sont assez impressionnants. À l'image de l'ambition هنا راهي تتكلم على التنمية que Sa Majesté le roi Mohamed VI a pour le Maroc et en particulier pour ses provinces. Donc le développement existe. هنا راهي تتكلم على التنمية في الأقاليم الجنوبية وتقول لك بأنه المغرب الملك محمد السادس لم ينتظر يعني الدعم الفرنسي من أجل أنه يطور الأقاليم الجنوبية هذه المغربية ومن أجل أنه تكون فيها التنمية. دائما نقول لكم بأنه حتى في كثير من الأمور تقريبا استفادت من ميزانيات أضخم من كثير من المناطق اللي في الشمالية في المغرب، يعني الأقاليم الجنوبية المغربية خصوصا في العشر سنوات الأخيرة. وهذا واقع. يعني تروح تشوف مدينة العيون ولا مدينة الداخلة وخصوصا العيون تقارنها مع أي مدينة جزائرية ما كانش مدينة بذلك المستوى في البنية التحتية في النظافة في يعني تخيلوا هذه راهي مدينة رغم أنه الفرق بين الاستعمار الإسباني والفرنسي أنه الاستعمار الفرنسي مثلا في الجزائر بنى وترك لنا مدن. الاستعمار الإسباني راه خلى ثكنة في العيون هذه ولا الأقاليم الجنوبية كانت بوجود ثكنات. الداخلة ما كانتش مدينة أصلا وقت الاستعمار الإسباني تقريبا لم يبني شيئا وما كانش استيطان تقريبا في الأقاليم هذه. دونك ورغم ذلك راك تشوف اليوم مدينة العيون لا تقارن مع أي مدينة جزائرية بما هي فيها الجزائر العاصمة. يعني حنا التخلف
يعني غياب البنية التحتية والمزابل المنتشرة في المدن، تقارن مثلا مع مدينة العيون، لا يعني عالم آخر صراحة. دونك راحت، واصلا راني قلت لكم هذه رشيدة داتي وزيرة تاع ثقافة فرنسية، وعندها ارتباط اسيومي، يعني تتبناه مع المغرب بحكم اصولها المغربية، والدها مغربي. راني قلت لكم امها جزائرية، لكن هي ما عندهاش علاقة كثيرا مع الجزائر، عندها علاقة اكثر مع المغرب التي تحمل جنسيته، البلد الذي تحمل جنسيته. والقضية فرنكو مغربية. النظام الجزائري خرج لك في حالة هستيرية. دوكا قبل ما نروحوا فقط نسمعوا، نحاول فقط نقرأ لكم ربما جزئية أو اثنين، ما نطولوش كثيرا، لأنه صراحة نفس الترهات تتكرر مرارا وتكرارا من النظام الجزائري، ورام ناشرين وعاودين ناشرين وناشرين تقريبا 10 مرات. يقول لك بيان وزارة الخارجية الجزائرية: إن الزيارة التي قام بها عضو من أعضاء الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية أمر خطير للغاية، فهي تستدعي الشجب والإدانة على أكثر من صعيد، كونها تنم عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي. دونك النظام الجزائري راهو يقول لنا بحكم أنه فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن الأممي، راهو عليها درنا بيان تاع استنكار. مع أنت الولايات المتحدة الأمريكية ماهيش عضو دائم في مجلس الأمن الأممي؟ هذا سؤال أنا نسأل، يعني أنا باغي نسقسي النظام الجزائري فقط، باسكو لو نروحوا 10 يناير 2021 راكم تشوفوا هنا بوريطة مع وزير الخارجية المغربي مع السفير الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، وفي قنصلية، يعني المقر اللي لابد أنه يحتضن، مقرر أنه يحتضن يعني القنصلية الأمريكية في الداخل، اللي هي الآن موجودة افتراضيا، موجودة الآن موجودة افتراضية، وما زال يعني يبقى قضية ترسيم الافتتاح. لكن وقتها أو حتى إلى يومنا هذا لم نرى بيان تاع استنكار من النظام الجزائري، أو عضو دائم في مجلس الأمن، عضو دائم في مجلس الأمن اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية. ما على باليش إذا عفوا. خلال ندوة صحفية نظمت بمناسبة زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى لمقر القنصلية الأمريكية العامة المرتقبة بمدينة الداخلة، قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط أن زيارة هذا الوفد إلى المدينة تعكس دعم الولايات المتحدة الثابت لعملية فتح قنصليتها العامة بالداخلة. هذا الإعلان يشكل راهو وفد مهم، وفد أمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية عضو دائم في مجلس الأمن. ما شفناش النظام الجزائري. كان وفد أيضا تاع توأمة على ما أظن، ما على باليش إذا عندي الفيديو ولا لا. توأمة كاين سامي صاحب الجلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم التوقيع على مذكرة تفاهم وتوأمة ما بين جماعة الداخلة وبلدية كولومبوس الأمريكية. تأتي هذه الاتفاقية في إطار الشراكة. وبلدية كولومبوس الأمريكية هذه داخلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا داخلة وين؟ ولا داخلة في الداخلة؟ لماذا لم يكن هناك بيان استنكار؟ معناتها الولايات المتحدة الأمريكية ما شفنا والو لما يتعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية. اليوم بحكم الأزمة مع فرنسا، يعني وكأنه راكم النظام الجزائري يقول لك أنه فرنسا الأم، كما الصورة هذيك اللي عطيتها لهم حتى في الإعلام الفرنسي، وكأنه هذه فرنسا الأم اختارت المغرب على حساب الجزائر. هذه هي رؤية النظام الجزائري، ماماهم فرنسا اختارت المغرب على حسابهم. هذه هي الخيانة الكبرى، لأنه لما تعلق الأمر بالولايات المتحدة الأمريكية النظام الجزائري صم بكم، كلمة ما قالوهاش، كلمة لم يقولوها حول المسألة هذه. ولكن كاين حاجة فقط بالحديث على الولايات المتحدة الأمريكية، حبيت نسمع واحد تعرفوا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقود الآن وساطة وعبر المملكة العربية السعودية. أنا درك من سنتين راني نقول لكم دور المملكة العربية السعودية ومحمد بن سلمان، يعني العمل اللي يقوم به، لدرجة أنه الآن المملكة العربية السعودية صارت منصة لكل الوساطات الدولية. كاين واحد البنادم فقط حبيت نسمعه
واحد الكلام فقط في إطار هذه الوساطة، يعني الدور اللي تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إنهاء هذه القضية تاع الإشكالية بين روسيا وأوكرانيا. كونوا الصحة تمتعوا بصحة جيدة. نيتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام، وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم، وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة. ما فيش حرب رابحة، كل الحروب خاسرة، كل الحروب تؤدي إلى خراب. أتمنى للبشرية كلها السلام والأمان والرفاه. وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته، الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حلحلة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا أستخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله. بوتين، تتذكروا المقطع هذا تاع بوتين صديق العالم، العبارة تاع عبد المجيد تبون. بوتين نفسه صدم، ما على باليش إذا في المقطع هذا موجودة. موجودة. بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فاحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. بوتين قال لك أنا صديق العالم كله، وأنا اللي عندي إشكالية مع أكثر من نصف العالم صديق العالم. لكن علاش تذكرت انا المقطع هذا؟ ربما كثر منكم راهم فهموا وين يتجه الموضوع تاعي. انه اليوم القضيه على مشارف ربما النهايه، لكن وقتها تبون قدم نفسه على انه بوتين قبل بانه تبون يلعب دور وساطه بين اوكرانيا وروسيا. موضوع الولايات المتحده الامريكيه عجزت، واداره بايدن وقتها عجزت عن حله. وتبون قال لك الوساطة. أنا أسألكم فقط، عندي سؤال اليوم ما عنديش قراءة، ما عنديش تحليل. كش ما سمعتوا خبار على الوساطة تاع عبد المجيد تبون في هذه؟ لازم نديروا لها هاشتاج، أين الوساطة الجزائرية بين روسيا وأوكرانيا. لازم نديروا بحث في فائدة العائلات. كش واحد فيكم سمع القضية وين وصلت؟ لانه انا الشيء اللي ربما يعني ما نقولش ازعجني، لكن راني نشوف ماركو روبيو اليوم في السعوديه، يعني خلاص القضيه راهي تتجه ربما، والامر جيد في باطار يعني رؤيه تاع اداره امريكيه مع دونالد ترامب، انه القضيه هذه تتجه للحل في اطار تسويه بين الولايات المتحده عبر الولايات المتحده الامريكيه. لكن اين الوساطه الجزائريه؟ أين وساطة عبد المجيد تبون بين روسيا وأوكرانيا؟ أين وصلت القضية منذ 2022 فقط؟ ولو أنه أشار إليها في الحوار تاعه مع جريدة لوبينيون، لكن الأصل أنه يكون مثلا، لأنه نشوف الإعلام الجزائري الآن يطبل، يقول لك بأنه دونالد ترامب يعني أزاح الدور الأوروبي في الملف الأوكراني، ويطبلوا لدونالد ترامب. لكن وين راحت الوساطة تاع تبون، تاع عمكم تبون؟ أين هي اللي تكلم عليها سنة 2022؟ معناتها لا وساطة مع أوكرانيا، لا دخول للبريكس، لا أي شيء. الفضائح على رؤوسها. القضية تاع التناقضات في البيان فقط. وهذه نضيفها لكم بونس، هذه سي بونوس. هذه يقول لك البيان تاع الخارجية الجزائرية فاضحة عن جهود وفي الأخير فإن هذه الزيارة المستفزة تعكس صورة مقيتة للتضامن بين القوى الاستعمارية قديمها وحديثها. ويتكلم في نهاية البيان تسوية نزاع الصحراء الغربية على أساس الاحترام الصارم والصادق للشرعية الدولية. الشرعية الدولية، النظام الجزائري راه يحكي على الشرعية الدولية في ملف الصحراء. نروح نشوفوا الشرعية الدولية واش صرا، واش دارت ولا واش قالت، وين هي الشرعية الدولية. Maintenant mettre le projet de résolution. Deux abstentions.
12 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions. Un membre n'ayant pas participé au vote. تتذكروا الجلسة تاع مجلس الأمن اللي خرج فيها الحثالة الدبلوماسية رقم 2 عمار بن جامع يقول لك خلاونا ننتظروا 5:30 تاع الصباح، ومن بعد ما عطاوناش أي قيمة يتكلم على الدولة حاملة القلم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وصارت فضيحة كبرى. بل وهنا نسات مسكينة رئيسة الجلسة بعد مع الأخر قالت لك راهو كاين بلد انسحب من التصويت كليا، لأنه هذه القضية سابقة تقريبا في مجلس الأمن أنه بلد ينسحب كليا من التصويت. هم يعرفوا الامتناع ولكن الانسحاب كليا من التصويت يعني الكوارث والفضائح تاع النظام الجزائري. إذا انت النظام الجزائري الآن يتكلم على الشرعية الدولية ويستند عليها من أجل القول بأنه فرنسا والمغرب عملوا كارثة بزيارة رشيدة داتي إلى الأقاليم الجنوبية المغربية. علاش لم تستند للشرعية الدولية وتصادق على القرار مجلس الأمن اللي صادقت عليه تقريبا كل الدول وما كانش يعني حتى واحد رفض، فقط يعني صوتين وهي فيهم روسيا التي امتنعت مجرد عن التصويت بسبب إشكالية مع الدولة حاملة القلم اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية. لكن لماذا أنا حاب نفهم علاش انسحبت من التصويت وعلاش ما تبعتش الشرعية الدولية؟ معناتها يقولون ما لا يفعل. النظام الجزائري لا وزن لا هيبة لا مواقف لا مبادئ لا أي شيء والو. يضلوا المبادئ لكن من بعد التناقضات على راسها مع النظام الجزائري في كل الملفات. راكم شفنا يعني جولة اليوم اللي درناها فقط هذه راه ملخص، يعني راكم تشوفوا الكارثة. فبطبيعة الحال زيارة عادية جدا من وزيرة فرنسية اللي هي رشيدة داتي وزيرة الثقافة إلى الأقاليم الجنوبية المغربية في إطار التزام فرنسي بطبيعة الحال بافتتاح مركز ثقافي وفي إطار شراكة ثقافية في الأقاليم الجنوبية المغربية. أمر يخص بلدين لا علاقة لنا في الجزائر به لا من قريب لا من بعيد. موضوع الصحراء هذا موضوع لا يعنينا تماما، اللهم ملايير الدولارات اللي نخسروا فيها الآن منذ السبعينات. أطلب منكم في النهاية تتفاعلوا بالإعجاب بقوة، ما تنساوش تخليوا لنا آراءكم أسفل أسفل الفيديو عفوا في تعليقاتكم أيضا حتى نبقاو في الخوارزمية وتعليقاتكم دائما استأنسوا بها. شكرا جزيلا الشكر لكم، ليلة سعيدة والملتقى في قادم الأيام. شكرا لكم.